اهلا بيكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ هنعمل مع بعض تحلية حلوة جميلة. لو عندك موز وخلاص بقى استوى جامد ومحدش عايز ياكله، هتنفع فيه الوصفة دي. لازم الوصفة دي يفضل يكون فيها الموز يكون مستوي قوي. هنا انا معايا 4 حبات من الموز. قطعتهم مكعبات كده زي ما انتم شايفين، وهاخدهم على الخلاط. وهنزل بلتر من الحليب، بس هاخد منه جزء بسيط الاول، اضربهم في الخلاط. وهكمل بباقي اللتر الحليب، وهحط عليهم 3 معالق من النشا كبار، 3 معالق كبار هرميين اهو. ودي السكر حسب الطلب، يعني زي ما بتحبوا او حسب الرغبة. هنا السكر انا حطيت تقريبا كانوا حوالي 4 معالق كبار. هرفعهم على النار وبقلب فيهم لحد ما يبقوا يعني يتقل كده، وبتكون مهلبية. يعني من الاخر كده احنا بنعمل مهلبية بعصير الموز. مهلبية بعصير الموز، هقلب فيهم كده لحد ما يتقلوا اهو. ده شكلها كده. طبعا هي هتتقل تاني بعد ما تبرد، بس طبعا احنا عايزين نفضيها وهي سخنة. يعني هنفضيها في الأطباق بتاعتها وهي سخنة. هفضيها كده اهو كلهم. بعد ما فضيتهم في الأطباق وركنتهم يبردوا، بعمل هنا شوية كراميل، حوالي 3 معالق سكر. وهسيبهم يتكرملوا من غير ما أقلب فيهم خالص، ولا حطيت مية ولا أي حاجة. في طاسة كده صغيرة وقلبتهم. بعد ما بدأوا يسيحوا من الأطراف بقلبهم كده. واول ما يتكرملوا هاخدهم بقى على الاطباق اللي احنا حطيناها فيها المهلبية وبردت شوية. تخلي بالك لحسن يتحرقوا منك، لان بتتحرق بسرعة على فكرة. بس كده خلاص، لونها حلو كده. لان لو اتحرقت هتمرر. حطيت فيها في الاخر خالص مكعب زبدة. هنا انا حطيت مكعب زبدة، كانت زبدة بلدي عندي. لو حطيت زبدة صفراء اللي هي النيوزيلندي دي، احسن من دي عشان ما بيكونش فيها مية كتير زي دي. بوزع بقى شوية الكراميل على الاطباق بتاعت المهلبية. وصفة سهلة وسريعة، تحلية جميلة جدا، هتعجب ولادكم. تزوقيها بقى زي ما انت عايزة. انا كان يعني كان كام حاجة كده عندي في التلاجة طلعتهم. عندي شوكولاتة مبشورة، شوية جوز هند، اي حاجة. كان عندي واحدة كريز قطعتها ووزعتها. يعني بواقي حاجات كانت عندي حطيتها. وتقدروا تقدموها كده بالكراميل وخلاص، وبتبقى جميلة جدا. شايفين؟ تحلية جميلة جدا مغذية، هتعجب ولادكم. طبعا الحاجات دي بتتباع في محلات العصير، وبتتباع بسعر غالي جدا جدا. فانتوا تقدروا تعملوها لولادكم بأي حاجة اهي. سهلة وبسيطة وسريعة، وما فيهاش أي حاجة، مغذية جدا للعيال الصغيرة. جربوها إن شاء الله تتبسطوا بيها. طعمها كان جميل جدا جدا، هتبهر العيال بجد. كل اللي هيدوقها من ولادك هيقولك اعملها لنا تاني يا ماما. بس كده خلص الفيديو بتاعنا، يا رب يعجبكم. باي باي.